متابعينا الاعزاء، مرحبا بكم. من بعد ما نطلق تقريبا مشي 15 دقيقه من المنزل ديالي، وصلت دابا لواحد البلاصه فيها شي شويه ديال الثلج والماء تبارك الله هو. ولكن في هذا الفلوق هذا الرحله غادي تستمر حتى لواحد البلاصه كيقولوا لها مالو سيدي محمد زروال. ديك الساعه غادي نصور لكم الثلج ديال بصح. يلا بقى معايا مشاهدينا الكرام. انا وصلت هنايا لواحد البلاصه فيها الطريق ديال الطوموبيل، ولكن ارتأيت انني نجي على رجلي، ما بغيتش نجي في الطوموبيل. هو هذا الطريق ديال الطوموبيل راه مزيان فيه، واخا كانت الشتا وكانت الثلج، ولكن كان مزيان بالنسبه اللي بغى يدير السياحه الجبليه في هذه المنطقه هذه. راه كاين زوينه صراحه فيها ما يتشاف. مشاهدينا الكرام، هذه ما يصطلح عليه ثيزنت ولا الدوم، اللي كنقولها ثيزنت بالامازيغيه ولا الدوم. ها هي راه دايره الثمار ديالها وكتسكر زوينه صراحه. المذاق ديالها لذيذ جدا، وبالمناسبه راه يعني ضروري خصك تجيب لهنايا المسائل ديالك. اللباس كامل ديال يعني يقدر طايح، يقدر تغياس، يقدر طيح في الغيس، يقدر تزلاق، يقدر. والبرد ضروري خصك تكباط، خصك تلبس الحوايج ديال التكرفيس وتجي لهنايا. زعما واحد المنظر هنا رائع جدا. بقى لي غير واحد شويه غادي نركب على واحد البلاصه فيها الثلج بزاف وغارقه. مشاهدينا الكرام، بعد دقائق وصلنا لهاد البلاصه هذه. هو هذا سيدي محمد زروال، هذا هو سيدي محمد زروال. الكرام، اعتذر على رداءة جودة الصوت. اضطريت انني نحذف الصوت من هذا الفيديو. وريتكم هنا الجبل اللي مورايا هو اللي كيتسمى تيشيبت، جبل تيشيبت اللي كيطيح فيه الثلج. من بعد غادي ننتقل لواحد البلاصه فيها الثلج في الضفه الاخرى لهذا الراس ديال الجبل اللي راني فيه. فاش كنجي طالع هذا هو الثلج هنا تبارك الله، راه كيبقى هنا بزاف، ولكن بحكم انه طاح الشتا ما داب، ولكن ماشي بزاف. الجميل في الامر كاع ديال هذا النهار هو اننا بدلنا شي شويه الجو، ومازال غادي نكتشفوا البلايص اللي زوينين في لي فلوق الجداد ان شاء الله. نفس الشيء غادي يحدث في هذا المستوى هذا، في هذا المستوى ديال هذا المقطع اللي صورت كان فيه الصداع بالنسبه للريح. هنا كنوري العلو ديال الجرف ديال داك ما يسمى باسفلو او الجرف ديال سيدي محمد زروال في هذه المنطقه هذه. وبالمناسبه خص الانسان يجيب يعني الوسائل ديالو، الليغات الى غير ذلك من البرد. شوفوا معايا يعني شويه ديال المغامره، شويه ديال المغامره عادي كما كتشوفوا مورايا. راه عادي، راه الواد كيبان ليه، الواد ديال سيدي محمد زروال كيكون فيه الماء خاصة في فصل الشتاء. هذيك البلاصة اللي وريتكم الاولى هي تيشيبت، جبل تيشيبت. وصراحة كانت واحد الفرصة زوينة بزاف انني نتواجد في هذه المنطقة هذه، وخاصة في هذا البيريود في فصل الشتاء. واخا كاين البرد ولكن كتنسى كلشي. هنا ربما يقدر تتلاقى مع الرعاة. مشاهدينا الكرام، صراحة شيء جميل جدا انك تدوز في وسط هذا الشجر الكبير ديال اللوط. وهذا الطريق ديال هذا اللي وريتكم قبال، الطريق ديال الطوموبيل، يعني اللي بغى يجيب الطوموبيل التجربة باقي هنايا، باقي الفوق. يعني واحد شي حاجة اللي زوينة بزاف. اللي بغى يكتشف هاد الاماكن زوينين بزاف، الطبيعة والهدوء. شي واحد ربما راه سامح فوق، راه واحد الكنداز. مشاهدينا الكرام، غادي نستمر الرحله ديالي، وحد نفس المشكل كانت رداءة الصوت بسبب الرياح اللي كانت قويه شيئا ما. كنوريكم هنا واحد الشجره اللي قديمه بزاف تبارك الله، يعني كبيره واخا يتجمعوا ليها 3 ولا 4 ديال الناس ما غاديش يعني ما غاديش يغطيوها بهذا الشكل هذا اللي كنوريكم.
وقديمة، شجرة يعود التاريخ ديالها آلاف السنين. وبالمناسبة ماشي غير هاد الشجر اللي كاين هادشي اللي كتشوفو مورايا اللي هو الندر، لي غاباطخ كيتسمى بالفرنسية. الندر فين كندرسو في واحد الهندسة رائعة جدا، هندسة أمازيغية بامتياز. تبنات بواحد الشاكلة تم التبريد ديال الحجر إلى أنه يعني بواحد الطريقة اللي احترافية جدا وقديم، ما عرفش شي تغيير بالعوامل ديال المناخية، سواء الرياح ولا التساقطات ولا. شوفوا هذا الحجر مورايا كيفاش مستف، تبارك الله، واحد الاحترافية زوينة بزاف ومعبرة على الاركيتكتور وداك المعمار والهندسة الأمازيغية بامتياز. غادي نستمر من بعد هذا الفلوق هذا، بقاو معايا ونستمروا متابعين الكرام في الرحله ديالنا. غادي نتواجدوا دابا حدا واحد الشجره اللي سميتها ادمام ولا الزعرور باللغه العربيه، وبالامازيغيه ادمام. كيتكل الذي تبارك الله واحد فيه بحال المذاق ديال التفاح. هنا اشياء رائعه جدا، كنتمنى ان شاء الله تعطيكم فرصه انكم تزوروا هاد الامكنه هادو. هادي غير حدا داك النادر اللي وريت لكم، حدا ديك الشجره الكبيره، الشجره اللور، راه بقات لي، ها هي ديك، راه الثلج فوق، ها هو راه الثلج هنايا، راه كاين هنايا في الاخر في هاد البلاصه هادي. هو راه هنايا في هاد الشعبه، بحال شعبه صغيره. شي اشياء هنا رائعه جدا. وبالمناسبه فصل الصيف كيكون هنا السناجم، لي كيغوي اللي ما كيعرفهمش باللغه العربيه. يلا تبقاو على خير، ونشوفوا الا لقينا شي مفاجاه ان شاء الله غادي نصورها.